ازيكم عاملين ايه؟ طبعا ده اول فلوج ليا بالتحديد من مرسى مطروح في شط كليوباترا المزار. هنا هكلمكم عن كل حاجة تخص الشط والمزار. وهقول لكم كمان ازاي رحت وتبع شركة ايه وكل حاجة. تابعوا الفيديو عشان تشوفوا انا رحت ازاي. اول حاجة هنا المزار كان ب10 جنيه. هنا مفيش نزول خالص، دوت المزار بس تخش تتصور وبتطلع. وانا كنت طالعة مع شركة هقول لكم برضو اسمها وكده. هنا كنت داخلة المزار ناحية اللي هو الجسر الزجاجي دوت. هنا كنت بوريكم البحر. اعذروني طبعا على التصوير، انا كنت بصور وانا ماشية وكده، بس هو كمزار كان تحفة. تمام، هنا بوريكم كل حاجة. كان في كافيه دوت كافيه، وهنا كان في تأجير عجل وحاجات بتاعت الأطفال ديت وبيتش باجي وعربية الأطفال دي. ودي كده حاطين هنا كده زي الأهرامات ال3 بتوع الجيزة. تمام. هنا مليان صخور، الحتة دي مليانة صخور، يعني منصحش حد خالص ان هو ينزل فيها، هو اصلا ممنوع النزول فيها، وهتلاقوا في يافطة ان ممنوع النزول فيها. هي مليانة صخور وبتزحلق وكده. هنا بقى كان الناس اللي بتبيع طواقي وحاجات فخار ولعب اطفال، يعني كل حاجة، واسعارهم حلوة مش وحشة. طبعا اعذرينا على التصوير، انا كنت بحاول اتفادى الناس على قد ما اقدر، ان المكان كان زحمة جدا مع اننا كنا رايحين بدري. بس زي ما انتوا شايفين المكان كان زحمة، كنت بحاول اتفادى الناس. تمام. دينا احنا هنا وصلنا اول الممر الزجاجي، خلاص هو قدامنا اهوت. ودي الصخرة، طبعا منصحش اي حد من الناس اللي بيعملوا ان هم يطلعوا فوق الصخرة كده ويتصوروا، موضوع خطر جدا جدا، يعني في ناس بتتزحلق. شيء زي ما انتوا شايفين الممر زحمة مع اننا كنا بدري جدا هناك. نتلاقي بيعدوا عليكم ناس تتصوروا الكلام دوت. دي وصلنا اهوت للممر، تبقى تحت كده شايف الرملة. ودينا دخلنا اهو جوه حمام كليوباترا. انتي احنا اهو داخلين الحمام. هنا المية بتوصلك لغاية رجليك، بس هي الصخور هي اللي بتزحلق. ودي هنا زي ما انتوا شايفين كده الموجة جاية علينا. طبعا الفتحات ديت منصحش ان حد يدخلها خالص، لان هي اصلا بتوصلك لنص البحر، فخطر.